السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد الله إنه يحبكم في الله. إن شاء الله بإذن الله هتبقى محتوى القناة بتاعتي، إن شاء الله تبقى محتوى طبخ. طبعا إن شاء الله بإذن الله ده سمك أنا جبته، طبعا حيقناه مع بعض عشان ما أطولش على حضراتكم. طبعا ده هنعمله صينية فحيقته. أكيد طبعا كل ست بيت شاطرة وبنت شاطرة طبعا بتعرف تحيق السمك. فان شاء الله باذن الله هنحط بطاطس. طبعا ده هنا فلفل رومي على قرنين حامي، حابين الحامي حابين مش حابين خلاص براحتكم. طبعا ده فلفل رومي على حامي على شرائح طماطم. طبعا والضيف الجميل النهارده اللي معانا طبعا لو حضراتكم تعرفوه او ما تعرفوش ده كرفس. كرفس طبعا بيقوي المناعه جدا ومغذي ومفيد جدا طبعا. والماكريل طبعا مفيد جدا 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 لمرضى الكوليسترول. ده بصل، ده بصل حضراتكم معانا اهو مقطع شرايح. معانا دي كزبره، فلفل اسمر، بابريكا، ملح، ده كمون. وان شاء الله باذن الله اللي متبقي من الخلطه هنا هنحط طبعا معانا على السمك على الخلطه بتاعت السمك اللي احنا هنعملها للصينيه. طبعا ما ننساش الليمون. طبعا ان شاء الله باذن الله معانا زيت، هنحط حبه زيت. طبعا هنمسك الخلطه دي مع بعضينا ان شاء الله باذن الله. طبعا هندرب المكونات دي كلها ببعض كده. الله اكبر الله اكبر الله اكبر وليست الدعاء من الله. العيشه بتأذن، سترك يا رب ورضاك علينا ان شاء الله. بسم الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طبعا هندعك المكونات ديت لحد ما تتجانس كلها مع بعض. طبعا اتمنى من الله ان انتوا تكونوا معايا دلوقتي وتشموا الريحه. طبعا الكرفس مع الطماطم مع شرائح البصل وبقت الخلطه اللي انا حطيتها في الدقه بتاعت السمك جميله جدا جدا جدا. ان شاء الله باذن الله ده هنعمله في طاجن. طبعا انا حاطه الطاجن قبليها شويه في الفرن طبعا عشان يسخن، عشان ما احطش في الطاجن يبقى بارد. ان شاء الله باذن الله طبعا معايا هنغص الحاجات دي كلها كده في الطاجن، هننزلها في الطاجن. لازم الطاجن يبقى سخن عشان ما يبقاش الطاجن بارد. طبعا هنبقي كده شويه خضره من هنا معانا، هقول لكم دلوقتي هنعمل بيهم ايه. طبعا احنا عملنا قط عشان نقول الدعاء ان شاء الله بعد الاذان. احنا خلينا حبه هنا طبعا هنوصهم كده. طبعا ديت بتدي طعم رهيب جدا برضو مع الخلطه. ان هنا اللي بتبقي معانا اللي احنا حطيناه في السمك. طبعا خلينا حبه هنا كده. طبعا احنا معانا دلوقتي هنكمل بقيه الخلطه اهيت. لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. طبعا ده طبعا كله هيترص كده. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. دي بسايره هنحطها كده على الوش عشان طبعا البساير ما بتاخدش طبعا سوا كتير. اهم شيء ان احنا ايه عشان الماكريل والموزه
السمك الموزة ان شاء الله باذن الله. هندخل الحاجه الفرن وهنرجع لكم تاني بامر لما يستوي ان شاء الله. طبعا ان شاء الله باذن الله رجعنا لكم بالبصله. في بقى التكه الوحيده بقى اللي هتخلي الرز في حته تانية. طبعا ان شاء الله باذن الله طعمه هيبقى احلى. حطينا رشه فلفل اسمر، حطينا كركم، ملح، عود قرفه. اللي حبه حطوه، مش حبه خلاص براحتكم طبعا. وهنقلب كل ده مع بعض. ورق لوري كده، حطينا ورق اللوري. طبعا الريحه طالعه بسم الله ما شاء الله. طبعا الكركم من المحفظات الجميله اللي بترفع المناعه، وعشان ترفع المناعه اكتر بنشغل الكركم بفلفل اسمر. كده هنحط الرز. بسم الله بسم الله. كده الرز اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بسم الله ما شاء الله الريحه بسم الله ما شاء الله جميله جدا. والله لو اتمنى ان الكاميرا بتشم كانت شمت لكم الريحه. طبعا دلوقتي هنحط مقدار الميه. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مقدار الميه هيبقى يا دوبه يعني نص صباعك كده. مقدار الميه هيبقى نص صباعك كده، بحيث ان ايه الرز يبقى مستوي جدا، ما يبقاش معجن ولا هو لازق في الحله. طبعا مقدار الميه كده جدا مظبوط. وان شاء الله باذن الله تعالوا بقى اوريكم السمك في الفرن. طبعا حضراتكم زي ما انتم شايفين كده ان السمك في الفرن اهوت. طبعا ده الشكل النهائي للسمك. طعمه وريحته خطيرة جدا والله. اتمنى ان انتوا تجربوها. والرز طبعا شكله فظيع وطعمه احلى جدا. طبعا ان شاء الله باذن الله اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقة ديت. وان شاء الله باذن الله نتمنى من حضراتكم فضلا منكم وليس امرا تحطوا لايك وتفعيل الجرس. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.